Hallo und herzlich willkommen. أهلا بيك في كورس تعلم اللغة الألمانية للمبتدئين مستوى A1 المستوى الأول في اللغة الألمانية. ال 25 دقيقة اللي جايين هتتعلم بالألماني ازاي تعرف تحيي أي حد، تعرف نفسك، تنطق كل الحروف الألمانية عشان تعرف تنطق أي كلمة ألماني نطق صحيح، وكمان هنتعلم الأرقام بالألماني من الصفر تماما من غير ما يكون عندك أي خلفية باللغة. لو أول مرة تشوفني أهلا، أنا اسمي محمد أبو زيد، أنا بتكلم ألماني بقالي أكتر من 8 سنين، بدأت من الصفر زيك، وصلت لحد مستوى C1، اشتغلت باللغة الألمانية وسافرت ألمانيا ودرست باللغة الألمانية، وأنا عارف قد إيه صعب إن الواحد يبدأ يتعلم اللغة من الصفر، عشان كده أنا هساعدك عشان تتعلم اللغة بسلاسة. الخطة بسيطة، الأول هنتعلم نقول أول كلمات وتحية وتعريف بالنفس، بعدها هنتعلم الحروف في اللغة الألمانية وإزاي تنطقهم صح، بعدها الأرقام، وفي الآخر هنركب كل الكلام ده مع بعض في جمل تقدر تستخدمها فعلا. يلا نبدأ على طول. طيب عايزك تقول ورايا بعد إذنك. لو أنا عايز أقول مرحبا فبقول هالو هالو. لو عايز أقول صباح الخير فبنقول guten Morgen guten Morgen. لو عايز أقول نهارك سعيد أو مساء الخير guten Tag guten Tag. لو عايز أقول مساء الخير فبنقول guten Abend guten Abend. دي زي good evening كده بالإنجليزي، فالفرق ما بينها guten Tag تبقى زي good afternoon في الإنجليزي، وجوتن أبند زي كده جود ايفنينج أو مساء الخير أو ليلة سعيدة. لو عايز أقول مع السلامة فبنقول auf Wiedersehen auf Wiedersehen، يعني مع السلامة أو إلى اللقاء. زيها زي تشوس 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 معناها يعني باي أو مع السلامة برضو، بس مش إلى اللقاء، يعني مع السلامة أكتر. الألماني نطقه زي لما بيتكتب بالظبط، يعني الكلام اللي احنا بنكتبه هو بننطقه، فكلمة مثلا هالو أنا بنطقها زي ما هي هالو. Guten Morgen الج في الألماني أو الحرف زي الجي كده في الإنجليزي بيتنطق جامد، يعني ما بنطقش جي ولكن دايما جي اللي هو زي الجيم، فدي تبقى مثلا Guten Morgen أو Guten Tag. Auf Wiedersehen لو أنت خدت بالك هتلاقي إن الحرف ال W أو ال V في الألماني بيتنطق V زي ال V اللي في الإنجليزي. ولو عايز أقول لحد أنا أدعى أو أنا اسمي كذا فبقوله ich heiße محمد على سبيل المثال، ولا ich heiße أحمد. ich heiße. لو عايز أسأل أنت اسمك إيه فبنسأل wie heißt du wie heißt du، ما اسمك. ودي الصيغة الغير رسمية. الصيغة الرسمية بقى لو أنا بقول لحد بشكل الاحترام أو لحد أنا ما أعرفوش فبقول له wie heißen Sie wie heißen Sie. danke danke يعني شكرا. ولما حد يقول لي دانكا انا ممكن ارد عليه بقول له bitte، دي معناها عفوا او من فضلك، لو انا هقول بستخدمها في سياق اخر. Entschuldigung Entschuldigung معناها عذرا او عفوا. دي تتقسم كده لثلاث اجزاء. Entschuldigung Entschuldigung Entschuldigung. محتاج تكررها كذا مره عشان تيجي معاك، عشان هي كلمه طويله شويه. ممتاز، خلينا نعمل محادثه صغيره نطبق فيها شويه الكلمات البسيطه اللي احنا لسه اخدينهم. نفترض ان في واحدة زميلتك أو بتقابلها لأول مرة مثلا في الشارع أو في الجامعة، فتقول لك guten Tag، ترد عليها تقول لها guten Tag wie heißen Sie. أنت اسمك إيه؟ ich heiße سارة. und Sie؟ ich heiße محمد. أنا اسمي محمد. auf Wiedersehen auf Wiedersehen. في قاعدة مهمة في الموضوع ده، لو أنت خدت بالك، لو أنا بقول لحد بكلمه بأنت ففي صيغتين. الصيغة الأولى اللي هي دو معناها أنت بالعربي، زي معناها أنت برضو بس حضرتك، يعني بصيغة الاحترام. ودي بتفرق أنت بتتكلم مع مين. لو أنت بتتكلم مثلا مع واحد صاحبك، مع أخوك، مع حد تعرفه، فبتكلمه بصيغة الدو اللي هي أنت. لو حد ما تعرفوش أو حد أكبر منك في السن فتكلمه بصيغة الزي. يعني العيلة والصحاب وأي حد أنت متعود عليه، ممكن زميلك في الشغل وأنتم متعودين على بعض فبتكلموا بعض بصيغة الدو. لو حد ما تعرفوش بتكلمه بصيغة الزي. ممتاز. عشان كده مع صاحبي هقول له يعني في هايستو، او لو حد مثلا اصغر مني او احنا في مدرسه. لكن مع الغرباء ممكن اقول له في هايستن زي. عشان كده التصريف بتاع الفعل هنا ده اختلف، فهنا ده تصريفه فعل هايستن يعني يدعى، هيبقى مع الزي. هنا مع دو هيبقى في هايستو. تصريفات الافعال لسه هناخدها قدام، احنا لسه بس كده ايه بنتعرف على اللغه واحده واحده. عشان كده لما تتكلم رسمي، يعني انت لو مثلا بتتكلم مع حد في ضابط بوليس او في مكتب حكومي لازم تتكلم بصيغه الزي اللي هي صيغه الاحترام. في امثله عمليه زي مثلا في البنك مع زميلك هتتكلم بصيغه الدو، في المحل تتكلم بصيغه الزي، وهكذا. دلوقتي انت اعمل بوز للفيديو وقول ورايا، او قول يعني اسمك. ich heiße كذا. ich heiße محمد. guten Morgen. Ich heiße Ahmed. Wie heißen Sie? Danke.
صباح الخير دي بتتقال في ألمانيا لحد الساعة 12 الظهر. من بعد 12 الظهر فإحنا بنقول جوتن تاج. وجوتن تاج دي من 12 الظهر لحد الساعة 6 بالليل. بعد الساعة 6 بالليل بتقول جوتن أبند. تمام؟ ممتاز. ده كان درس بسيط. احنا كده اتعلمنا ابسط كلمات. الدرس الجاي هناخد كلمات اكتر ونبدا ان احنا نكون جمل طويله عشان نستخدم فيها قواعد. في الدرس ده هنتعلم مع بعض كل حروف اللغه الالمانيه das الفابيت. das الفابيت او الابجديه الالمانيه. اللغه الالمانيه فيها 30 حرف، 26 حرف عادي واربع حروف اللي هي اسمها حروف خاصه. يعني ايه حروف خاصه او حروف عاديه؟ الحروف العاديه دي زي اللغه الانجليزيه، نفس الحروف اللي في الانجليزي، والحروف الخاصة دي حروف بس موجودة في اللغة الألمانية. الحروف الخاصة دي زي دي كده اللي هي عليها نقطتين فوق، النقطتين دول اسمهم أوملاوت أو الحرف ده اللي اسمه ست. هنتدرب على الكلام ده كله مع بعض دلوقتي. الأوملاوت دي يعني احنا خدنا حرف موجود زي الأ ده اللي هو زي A في الإنجليزي، وحاطين عليه نقطتين فوق فبقى بيتنطق نطق مختلف. يعني مثلا بتتنطق ولكن لما نحط عليه نقطتين فوق اللي هي أوملاوت هتتنطق A. وكذلك O بتتنطق بعد كده علشان عليها نقطتين فوق أو الأوملاوت. طيب خلينا نتدرب على الحروف من الأول. كرر ورايا بعد إذنك. A B C D E. خد بالك احنا قلنا A مش E، هتبقى A قصيرة. F G مش G ولكن دايما G جامدة كده. H E خد بالك طويلة. E زي الإي اللي في الإنجليزي بس هي شبه الإي في الإنجليزي بتتنطق في الألماني A، ودي تتنطق E فهتبقى E. يوت دي تتنطق زي الواي اللي في الإنجليزي مش جي، عمرك ما تقول جي ولكن يوت. K L M N O خد بالك هي طويلة بفتح بقي O P P Q Q، ودي خد بالك دايما بيجي بعدها U. R R S، والاس في معظم الأحيان في الألماني بتنطق زد. هنشوف الفروقات مع بعض قدام. T U V، والفاو هنا دي مش في ولكن اسمها فاو، ودي بتنطق زي الاف، فلما انت تشوفها بتنطق في الكلمة اف في اكس ابسلون ست. دي مش زي او زد ولكن ست. خد بالك. ممتاز جدا. احنا كده خدنا الحروف العادية. تعال نخش بقى على الحروف الخاصة. الموضوع سهل. دي هتتنطق ايه؟ اي اوملاوت او نقطتين بيتحطوا فوق حرف عادي فبيحول النطق بتاعه تبقى نطق مختلف، فدي هتتنطق ايه. زي كده الايه الممدودة في الانجليزي زي الايه العادية اللي في الانجليزي. كلمة بيد مثلا تنطق ايه. الحرف اللي بعده هيبقى او او. بتدور شفايفك وبتاخد الاو المفتوحة الكبيرة في نطق او او او. يعني انت بتدور شفايفك وتنزل شفايفك اللي فوق كده شوية لتحت في نطق او او زي تشوز كده. اس ست. الحرف ده اسمه اس ست، وده ببساطة سين مشددة. يعني هو اس تخيل كده اتنين اس جنب بعض فهتبقى اس ست اسمها كده، وبتتنطق في الكلام اس عادية زي مثلا كلمة شتراسة أو شباس. دي الاس اللي في آخر دي كلمة مثلا شباس هي دي عبارة عن اس ست، هي في آخرها حرف دوت، فهي عبارة عن اس يعني في الكلام. نراجع تاني. الحرف ده هيبقى ايه، ده او، وده او. تمام. الحروف المختلفة عن الإنجليزي في الحروف اللي احنا قلناها دي بغض النظر عن الحروف الخاصة، ده اسمه يوت زي ما احنا قلنا بيتنطق زي الواي كده في الإنجليزي. هنا في زي مثلا كلمة بي ام في اللي هي بي ام دبليو اللي احنا بنقول عليها بس هي في آخرها في. فاو ست، ودي بتنطق زي كده كأنك تي اس جنب بعض. ممتاز جدا. طيب الكلمة التانية اللي هي مثلا مثال على كلمة يوت فتبقى يا علشان هو الار بنطق كده من الحل مش بتنطق زي ما بننطقهاش كده زي مثلا زي العربي ولكن بتنطق من الحل. ده في معظم الاماكن في المانيا مش بينطقوا الار، بيبقى ده غالبا غين كده، فانت تعود نفسك انت برضو تنطقها كده. لما تسمع كتير هتعرف ان انت ازاي بالظبط تظبط النطق بتاع الار او الا. تقلقش الموضوع سهل خالص. دي في فهتتنطق زي مثلا كلمه زي فاسا فاتا سايت. دي سيت فهتبقى سايت. جميل جدا. احنا كده خلصنا الحروف. هنخش بقى على حاجه اسمها تركيبات الحروف. يعني ايه تركيبات الحروف؟ تركيبات الحروف ده يعني حرفين جايين ورا بعض بيتنطقوا نطق مختلف، وده لازم ناخد بالنا منه علشان واحنا بننطق ننطقه صح في الكلمه، ننطق الكلمه صح. اول مثال على تركيبات الحروف دي لو جاء حرف A بعدها E.
لو جاء ايه بعدها اي في نطق اي، زي كلمة مثلا اي اللي هي عين بالانجليزي، تخيل نفسك بتقول اي، فتبقى مثلا لو خدنا مثال تبقى كلمة مثلا زي mine 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 او dine. mine يعني بتاعي، dine يعني بتاعك، فيبقى dine. nine يعني لا بالانجليزي، اقول لك انت جاي النهارده تقول لي nine، دي ايه بعدها اي. وايه الفرق بقى ما بين اي اي اللي هي نطق اي، ولو بدلناهم جبنا الاي بعدها اي، بس نطق اي عاديه جدا خالص. يعني انت شايف اي نطق عاديه. مثال على ده كلمه مثلا زي، زي يعني حضرتك، نطق زي، دي بعدها اس بعدها اي اي هتبقى زي. تمام، زي يعني حضرتك. كلمه في، في يعني ازاي او هاو بالانجليزي او كيف، هتبقى في. او دي، دي مش داي ولكن دي، ليه؟ علشان الاي جت بعدها ايه. ناخد بالنا من الحته دي. جميل جدا، احنا كده عرفنا الفرق ما بين الاي اي والاي اي. دي بتتنطق مثلا اي ودي بتتنطق اي عاديه. التركيبه الجايه هي است سي ها. است سي ها لما نشوفها قدامنا فدي بتتنطق شين على طول في اي موضع في الجمله، نطق شين. مثال على دوت مثلا كلمه زي شوله، شوله يعني مدرسه، است سي ها بتتنطق شوله. أو schön schön يعني جميل. أو tschüss tschüss أو tschüss، دي ت وبعدها اس سي ها نطق شين. لو احنا بقى شفنا تسي بعدها ها، تسي ها اللي هي بتنطق خ في مواضع معينة. ايه المواضع المعينة دي؟ لو شفنا حرف اي من الحروف دول قبل كلمة قبل تركيبة سي ها، فهي غالبا هيتنطق، مش غالبا، هو اكيد هيتنطق خ. طيب مثال على دوت مثلا كلمة كتاب. كتاب يعني بوخ، احنا شفنا او، حرف اللي هو الاو اللي شبه اليو بالانجليزي بعدها تسي ها، فننطقها بوخ. او اوخ اوخ. وعلى فكرة برضو لو بعدها او فتتنطق او، زي كلمة او كده بالعربي، فتبقى دي اوخ. ممتاز. طيب نشوف كم فعل تاني. مخن، ده اول ما نشوف بعدها تسيها فده يبقى معناها ان احنا ننطق تسيها خ، يبقى مخن او كخن او بغاوخن. مخن يعني يفعل، كخن يعني يطبخ، وبغاوخن يعني يحتاج. على فكرة انت مش محتاج ان انت تترجم اي حاجة لو انت ما تعرفش المعلومة دي، كل الكلمات دي مترجمة موجودة في الملحقات بتاعة الدرس، فانت بس كل اللي انت محتاجه ان انت تريلاكس وتقعد تركز في الدرس. اعمل بوز للفيديو وقول ورايا عشان تدرب النطق بتاعك، عشان دي اسهل حاجة، انت تسمعني مرة وتقول ورايا. التركيبة اللي بعدها هي تي وبعدها ست. فلو تي بعدها ست فتنطق تس، صوتها زي تس كده، زي مثلا يتست 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 يعني دلوقتي. خلينا نستخدم بقى، نعمل محادثة بسيطة نستخدم فيها كل الحاجات اللي احنا بنتعلمها دلوقتي. نفترض ان احنا دخلنا مكتب حكومي، انت دخلت على الموظف هيقول لك مساء الخير، انت اسمك ايه؟ تقول له، هيقول لك guten Tag. Wie heißen Sie? Wie heißen Sie? انت اسمك ايه؟ فتقول له ich ich. خد بالك السي لو قبلها مش حرف متحرك من اللي بيخليها تنطق خ، بتنطق شين، بس انا لساني مش بيلزق في حنكي من تحت. هنتدرب على الموضوع ده بعد ما نخلص المحادثة. Ich heiße أحمد عادل. Ich heiße أحمد عادل، أنا اسمي أحمد عادل. يقول لك والله أنا الاسم ده معرفوش. Wie schreibt man das? Wie schreibt man das؟ بيتكتب ازاي؟ كيف يكتب ذلك؟ فترد عليه تقول له استهجهولك buchstabieren، فيرد عليك يقول لك ja bitte langsam. ja bitte langsam اللي هو بعد اذنك استهجهولي، فانت تقول له a h m e d احمد. هيرد عليك يقول لك und der Nachname يعني اسمك الاخير، فتقول له a d e l عادل. يقول لك danke شكرا. طيب جميل جدا. اسهل طريقه ان انت تتدرب على نطق كلمه اش او اي حرف فيه اي وبعدها يتلوها تسيها عشان تتنطق شين بس كده، ان انت تحط قلم ما بين سنانك كده وتحاول تقول شين، تقول مثلا اش اف اك. هتلاقي ان انت لسانك مش بيخبط في سقف في حنكك من تحت وانت بتقول اش اك اك، عشان تضطر ان انت تبقى فاتح بوقك. لو مش عايز تحط قلم في بوقك حاول انت تفتح بوقك وانت بتقول ايش فتيجي معاك صح. بتعمل الموضوع ده مثلا 5 6 10 مرات. الموضوع بيبقى صعب في الاول بس هتيجي مع الوقت.
كل الألمان وكل الناس بتتكلم ألماني بيظبطوها يعني بعد كام أسبوع. ممتاز. تعالى بقى ناخد كلام مهم احنا سمعناه في المحادثة ديت. Wie schreibt man das؟ هو بيقول لك Wie schreibt man das؟ ازاي تكتب؟ وبعدها قال له langsam bitte. langsam bitte. langsam يعني ببطء. bitte يعني لو سمحت أو بعد إذنك. bitte دي من الكلمات المهمة في الألماني علشان أنت بتستخدمها في حاجات كتير. ممكن تقول لحد عفوا أو معذرة أو اتفضل. هناخد الكلام ده كله قدام إن شاء الله. وبعدها قال له noch einmal. noch einmal يعني مرة تانية. يعني هو ما سمعلكش أول مرة، بعد إذنك كرر مرة كمان. جميل جدا. عايزين نتدرب مع بعض. اعمل بوز للفيديو وجرب تقول أنا اسمي كذا. Ich heiße محمد oder ich heiße دعاء أو أي حاجة. كرر حرف اسمك، يعني جرب إن أنت تقول اسمك زي في المحادثة كده. اسمي مثلا محمد. M O H A M A D. لما انت تعمل كده هتلاقي نفسك انت عمال تكرر كلام، مش بالضرورة بتقول الأبجدية كلها يعني 30 حرف، ولكن بتكرر كلمات انت عارفها. دي حاجة أظرف شوية ان انت تتدرب ان انت تنطق اسمك، عشان في اوقات كتير وانت في المانيا ان شاء الله هتلاقي ان انت اسمك مش معروف يتكتب على طول، ومضطر ان انت تستهجى مثلا لموظف او زميل في الشغل. حاجة كمان ما كلمناش فيها، لو حرف الاي جاء بعدها او فهتتنطق يو، زي مثلا كلمة دويتشلاند. دويتشلاند اللي هي ألمانيا. دويتشلاند. دلوقتي انت بقيت تعرف تنطق كل الحروف باللغة الألمانية. لو وصلت للمرحلة دي فالخطوات الجاية إن شاء الله هتبقى سهلة. شكرا وأشوفك الدرس الجاي. أهلا بيكم في درس جديد. في الدرس ده هنتعلم مع بعض الأرقام من 0 ل 20 باللغة الألمانية. هنعرف ننطقهم ونعرف نقول الأسعار باللغة الألمانية، وكمان هنعرف نقول الأوقات ونكون جمل باستخدام الأرقام بسهولة. زي ما احنا شايفين دي كل الأرقام باللغة الألمانية، هنتعلمهم واحدة واحدة. دي نوما. دي نوما معناها الرقم. دي نوما. دي الأداة بتاعت الاسم أو أداة التعريف، زي ألف ولام كده بالعربي. هنتعلمهم قدام، بس خلينا نركز الأول في الأرقام. كرر ورايا بعد إذنك. 0 يعني 0. 0 1 2. خد بالك 2 مش زد مش زواي، ولكن 2 3 4 5. خد بالك الأو تبقى 5 6 7 8. خد بالك الCH جاء قبلها ده من الحروف اللي لو جت قبل CH بنطق خ، فيبقى 8 9. خد بالك U بتنطق يو، زي مثلا كلمة Deutsch اللي هو ألماني تبقى 9 10 10. خد بالك خد بالك Z نطق 10. ممتاز. كده خلصنا من 0 ل 10. دول الأساس. تمام. خلينا نكررهم واحدة كمان. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. زي الفل. دلوقتي تخش على من 11 ل 20. دول فيهم قاعدة سهلة. أول حاجة رقم 11 بيتنطق 11. طيب رقم 12 بيتنطق 12. خد بالك او بتنطق 12. طيب من 13 بقى ل 19 هو احنا بناخد الرقم الأولاني ونضيف عليه 10. زي مثلا 13 نحط 3 وبعدها 10 اللي هي 10. 10 يعني 10. فاحنا لما ننطق رقم 13 نقول 13. 13 3 يعني 3 10 يعني 10. سهلة جدا. طيب رقم 14 هيبقى 4 10. 4 10. 4 نحط عليها 10 4 و10. طيب 5 خلاص انت فهمت اللعبة. 15. 15. خد بالك بقى رقم 16 ورقم 17 مختلفين عن الباقي. مختلفين ازاي؟ عشان احنا لو جينا نقول مثلا 16 هي تبقى 6 وبعدها 10، مش هنقول 6 10 ولكن 16. 16. سيها لو جاء قبلها مش الحروف اللي بتخليها تتنطق خ، بتتنطق شين، بس مش شين جامدة، ولكن زي كأن لساني مش بيلمس فكي من تحت. هنتدرب عليها في الدرس الجاي، بس خلينا دلوقتي في الأرقام. 16 مش 16، ده غلط. بنحذف الاس وتبقى 16. ممتاز. كلمة 17 هتبقى 17 مش 17 برضو، علشان نحط 7 جنبها 10، ولكن 17 بنشيل ال AN.
هتبقى مش 17 ولكن 17. كمل بعد كده هيبقى نفس القاعدة عادي 18 اللي هي 18 8 وبعدها 9 تبقى 18 19 19 ورقم 20 مختلف هيبقى 20 20. خد بالك دي V وده قبلها Z هتبقى 20. خد بالك هنا في قاعدة لو ال E بعدها G هتتنطق إش تتنطق 20. ممكن في العامية الألمانية كمان تتنطق 20 يعني انت لو قلت قدام حد ألماني 20 محدش هيقول لك حاجة بس هي معظم الناس بتنطقها 20 26 مثلا 26. ممتاز جدا احنا كده خدنا الأرقام من 0 ل 20. خلينا نكرر بسرعة عشان نتأكد إن احنا بنعرف ننطقهم 1 لا خلينا نبدأ من الأول 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. ممتاز جدا احنا كده عرفنا الارقام من 0 ل 20. تعالى بقى نجمعهم في الاسعار. نجرب نقول السعر بالالماني. لو انا عايز اسال عن السعر في اسهل طريقه نقول wie viel kostet das ما سعر هذا. wie viel يعني how much كده بالانجليزي اللي هي ما سعر. kostet ده فعل زي مثلا فعل cost بالانجليزي اللي هو فعل يكلف بالعربي. das اللي هو هذا او this بالانجليزي. wie viel kostet das ما سعر هذا. فالاجابه على دوت فنقول das kostet 5 euro هذا سعره 5 يورو يعني هو ده سعره 5 يورو. عشان نعرف الاسعار فاحنا بنقول ايرو او سنت دي العملة اللي في الاتحاد الاوروبي معروفة. الاي لو بعدها يو او اي بعدها او بالالماني بنطق ايرو. ايرو der ايرو اليورو der سنت عشان دي سي بنطق سنت. لما اجي اقول السعر بقول السعر وبعدها يورو فبقول مثلا 5 ايرو 5 ايرو 12 ايرو 8 ايرو. جرب تقول ورايا 5 Euro 50 أو 5 Euro und 50 سنت. يعني إيه الطريقتين دول؟ في الأرقام بيبقى في طريقتين يا إما أنا أقول اختصار كده عامي يا إما أقول تفصيلي. يعني لو أنا بكتب بقول 5 يورو و50 سنت und يعني زي and كده بالإنجليزي. فلما أجي أقول الحاجة دي سعرها 5 يورو 50 سنت بقول 5 Euro und 50 سنت. احنا لسه ما وصلناش ل 50 او رقم يعني 50 وصلنا رقم 20 بس دي زي 20 خلينا نعرفها دلوقتي وهناخد بقية الارقام قدام. هيبقى 50 سنت اللي هو 50 سنت 5 ايرو und 50 سنت. او ان انا ممكن اقول اختصارا كده اقول 5 ايرو 50 فاللي قدامي هيعرف اوكي 5 يورو و50 5 يورو 50 اللي هو 50 سنت. ممتاز جدا. على نفس القاعدة ده 7 يورو 20 سنت هيبقى 7 ايرو 20 7 ايرو 20 او 12 ايرو 90 12 ايرو 90. لو خدت بالك هتلاقي ان 90 هي 90 90 في اخر الكلام بتحط الرقم بعد كده 90 فده بقى 20 30 40 50 وهكذا. ملحوظة تانية ثقافية أكتر الألمان بيستخدموا أو في اللغة الألمانية بيستخدموا 5 أيرو 50 مثلا هنا هنحط بينهم فاصلة مش هنحط بينهم نقطة. بالإنجليزي نحط نقط يعني 5 يورو 50 مثلا دولار لو احنا خدنا قبل كده في الإنجليزي. ولكن الألمان لازم تحط هنا فاصلة ما بين الرقم والعلامة العشرية بالنسبة لهم فاصلة. وبالعربي برضو هي فاصلة بس الإنجليزي هو المختلف اللي بنحط فيه نقطة. طب خلينا نجرب نشوف محادثة على افتراض مثلا محادثة في الصيدلية ونشوف هتمشي ازاي. واحد زبون دخل الصيدلية وهيقول لك جوتن تاج يعني مساء الخير. wie viel kostet das ما سعر هذا الحاجة اللي احنا بنستخدمها. فالصيدلي اللي واقف هيقول له das kostet 8 ايرو ده سعره 8 يورو. فهيرد عليه يقول له وده كمان und das hier and this one here مثلا بالانجليزي اللي هو دوت اللي في ايدي مثلا. فالصيدلي هيرد عليه يقول له 5 ايرو und 50 سنت 5 يورو و50 سنت الرقم اللي احنا لسه اخدينه من شويه. فيرد عليه يقول له اوكي beide bitte الاثنين بعد اذنك. beide يعني الاثنين او both بالانجليزي. فيرد عليه يقول له zusammen
مع بعض zusammen 13,50 €. 13 يورو و50. 13 يعني 13 يورو 50. ممتاز جدا. خلينا بقى ناخد الأسعار نتدرب مع بعض الكلام اللي احنا لسه سامعينه. 3 يورو 3 يورو. 7 هتبقى 7 يورو. 11 عايزك تعمل بوز وتفكر ده هيبقى إجابته إيه. 11 يورو 15 يورو 15 يورو 19 يورو 6 يورو und 50 سنت أو 6 يورو 50 6 يورو 50. ده هيبقى 10 يورو 20 هتبقى 10 يورو 20 18 يورو 20 nein 18 يورو 90. تمام كده احنا عرفنا ان احنا نقول الاسعار، احنا عرفنا الارقام ونتدرب شويه على الاسعار. بعد كده هنتعلم ان احنا ازاي نقول رقم التليفون، ودي حاجه طبعا سهله عشان رقم التليفون بتقول ارقام فرديه، مش محتاج ان انت مش محتاج ان انت تقول مثلا 11550 او حاجات من كده. طيب خلينا نجرب مع بعض. لو انا بقول لحد رقم تليفوني واحد اتعرف عليه بيقول لي قول لي رقم تليفونك، فانا هقول له meine Telefonnummer ist رقم تليفوني كذا، او رقم تليفوني هيكون كذا. meine Telefonnummer zum Beispiel على سبيل المثال 0155 ونكمل بقى رقم تليفون. meine Telefonnummer ist. طيب جميل. طيب في شوية نصايح عشان في المستقبل بعد ما انت خلاص حفظت الأرقام ما تقعش ان انت تقعد تقول أخطاء في النطق. 2 اللي احنا قلناها كذا مرة زي 22 20 مش 2 أو 2 لا هي 2 2 2. اقعد اسمعها كذا مرة وكرر الكلام مع نفسك لحد ما تلاقي نفسك بتقول 2. تمام 6 السي هنا بتتنطق ك فبتتنطق 6 6. 8 CH تتنطق خ فتبقى 8 9 10 دي مش 16 ولكن 16 لسه قلناها تبقى 16 معناها 16 17. كويس جدا. انت دلوقتي عارف تقول ارقام، عارف تقول سعر الحاجه. لو حاسس ان الطريقه دي في المذاكره تناسبك ممكن تشوف الكورس كامل هحطه تحت الفيديو هنا. ومش بس المحاضرات دي بس كمان كل المفردات الجديده في كروت تعليميه متجمعه بالترجمه والصوتيات بتاعتها عشان تتدرب عليها على طول في مكان واحد. تدريبات مختلفه على كل محور من محاور اللغه عشان تتقن مستوى A1 كله وتتاسس صح عشان تخش المستوى اللي بعده. شكرا واشوفك الفيديو الجاي.